قال صلى الله عليه وسلم: من تعار من الليل ثم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإن دعا، شوف يا إخواني، استجيبت دعوته. فإن دعا استجيبت دعوته، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. ومعنى من تعار من الليل يعني من قام من نومه في الليل، يعني كان نايم وقام من نومه لسبب معين، يعني يبغى دورة المياه، يبغى يشرب مويه، يبغى يشوف الساعة، يبغى يشوف الجوال، مريض، بعض الناس عنده هم، عنده تعب، عنده مرض، ما يقدر ينام على طول، كل شوي صاحي. فإذا قمت وأنت في سريرك استقبل قبله وادعو الله جل وعلا، ادعو الله سوف يستجيب الله لك. والأجمل أنك تقوم وتوضي وتصلي. قال: فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. يا سلام، سلم. والله دعاء عظيم في صحيح البخاري هذا الحديث. احفظوه يا إخواني، احفظوه، حطوه في جوالاتكم. وأعرف واحد طابع وحاطه عند راسه، حاط طابعي في ورق في A4 الظاهر وحاطه عند راسه، يقول إذا قمت من النوم التفت فيه وحفظت كله، 3 أيام 4 أيام 5 أيام حفظ هذا الحديث. احفظوه وانشروه وأنتم شركاء في الأجر. الله يسعدك.